بارجيناكي واللي بسكاكي بارجيناكي واللي بسكاكي لما تسلم داك ونحرس حماكي. الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لسيطرة الجيش على مدينة بارا. شكل التقدم الذي أحرزه الجيش السوداني والقوات المساندة له ببسط سيطرته على مدينة بارا نقطة تحول جوهرية في مسار الحرب في السودان. تحرير مدينة بارا يعد محطة مفصلية في مسار العمليات العسكرية الجارية حاليا في البلاد، ويكتسب أهمية كبيرة على المستويين الميداني والاستراتيجي، وذلك لأنه يعني قطع خطوط إمداد ميليشيا الدعم السريع وإضعاف قدرتها على التحرك وإعادة التموضع، مما يقلل من فعالية هجماتها المستقبلية. تحرير مدينة بارا الذي قوبل بتفاعل شعبي لافت، وذلك لتأثيره المباشر في تأمين مدينة الأبيض وفتح الطريق الحيوي الذي يربط غرب السودان بالخرطوم وشرق وشمال ووسط البلاد، مما يمهد لكسر الحصار الذي تستخدمه ميليشيا الدعم السريع كسلاح لتجويع وقتل المدنيين في الفاشر. يا وحد المقدوم والخدار والزوق، وفي المدن انتي مين بيسواكي. تمكن الجيش السوداني من استعادة مدينة بارا بعد سلسلة من العمليات العسكرية الناجحة في محور شمال كردفان، حيث حرر العديد من المدن والقرى مثل كازجيل وأم سيالة ورياش وزريبة الشيخ البرعي. وتقع مدينة بارا جغرافياً في نقطة التقاء حاكمة ومهمة بين ولايات متعددة، وتمثل نقطة الربط لطريق الصادرات الحيوي الذي يربط غرب السودان بوسطه وشرقه وشماله، وتبعد نحو 40 كيلومتراً عن مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. إن انتصار الجيش في بارا يعزز التفوق الميداني ويرسخ قدرة الجيش على التخطيط والتنفيذ بسرعة وفعالية، كما يعزز الروح المعنوية للقوات ويبعث برسالة واضحة إلى الميليشيا المتمردة بأن أي محاولة للتمدد أو التمرد ستواجه بقوة وإرادة حازمة، ويعزز من قدرة الجيش على تأمين خطوط الحياة الحيوية، ويحد من قدرة الميليشيا على تهديد المدنيين أو البنية التحتية. هذا الانتصار ليس مجرد مكسب ميداني، بل يحمل دلالات سياسية وعسكرية ووطنية تؤكد أن الجيش هو الضامن لوحدة واستقرار السودان، ويظهر أن أي مشروع فوضى أو تمرد مسلح لا يمكن أن يفرض نفسه على أرض الواقع طالما أن الجيش متماسك. لمنطقة بارا رمزية كبيرة لأبعادها القومية والاستراتيجية والجغرافية والاجتماعية والتاريخية، حيث تتكئ على رصيد ثري يتحدث عن بطولات وتضحيات شكلت ملامح الوطن، حيث البعد الاستراتيجي للأمن القومي.